كتهضروا مع شعب. هاد الشعب هذا اللي كتهضروا معاه خصو يتوقر. هاد الشعب اللي كتهضروا معاه هضروا معاه بالحق. عاودتي الا بغيتو تقارنوا المغاربه بالمشارقه كاين بزاف ما يتقال، وفي النهايه لا مجال للمقارنه. نحن امه تاريخيه، امه فاعله، ما تجمعنا بهم حتى شي حاجه، لا جينيا لا في العادات والتقاليد لا في التاريخ. ما كاينش حاجه سميتها التاريخ مشترك. حنا عندنا الامه الموريه، التاريخ نتاعها خاص. لم يجمعنا التاريخ بهؤلاء. ديما حنا كنا تنكونوا الامبراطوريه المغربيه اللي ما عندهاش علاقه بالخارج، ما عندهاش علاقه بالمشرق او بالغرب نهائيا. الا دار شي تاريخ محرف فهو زور وبهتان ويغضب الله. قولوا للمغاربه الحق، فعاد ما تكلموا على الايديولوجيا ديالكم، تكلموا مع المغاربه على الحق وبالحق ومن اجل الحق اللي كيحميه. شكون الحق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، شعبي العزيز، إنك لتعلم أن اهتمامنا بشؤوننا الداخلية لا يقل عن اهتمامنا بالشؤون الخارجية، ولا سيما إذا كانت تلك الشؤون الخارجية تمس بقرابة الدين وقرابة الدم وقرابة الماضي وقرابة المصير. وإننا لا نعني بهذه القرابة تلك الأواشج التي ربطت وتربط وستبقى رابطة بيننا وبين أشقائنا في المشرق العربي. في هذا الفيديو كنطلب منكم تشدوا واحد ستيلو احمر وتصحوا لي الكلام ديالي. انا غادي نقول لكم ماشي يقول هذا الرجل اللي سميتو كلاب، وغادي نرد عليه، وانتم شدوا ستيلو صحوا لي انا. هو بلاش ما تصحوا لي انا، صحوا لي. وفي الاخر عطيوني صفر. الا نسى صفر عطيوني صفر. واللي ما يبغاش، اللي جا الكلام ديالي ماشي شتات ما كاينه، يخرجني من القسم حتى باش نجيب با. ما نعاود نرجع للقسم حتى نجيب با ولا نجيب موي. الله يرحمه برحمة الله. ما ويا شدو ستيلو. هادشي راه ماشي فريمون ديال الضحك، هذا راه المغرب هذا كنهضروا عليه، راه كنهضروا على التاريخ ديال المغرب والمستقبل ديال المغرب. شدو ستيلو الله يرضي عليكم. اش يقول هذا الكلاب هذا؟ قبل ما ندوز لهذا السيد هذا، لي لكم الشكر العميق الكبير. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنتمنى من الله ان القلوب ديالكم يكون عندها واحد الاتصال معنوي مع القلب ديالي، باش تحسوا بهذا الحجم الكبير ديال هذا الشكر. الله يجازيكم بخير. تيقول هذا السيد اللي سميتو كلاب، تيقول لك اودي الا بغيتو تقارنوا المغاربه بالمشارقه راه ما كتجمعنا معاهم حتى حاجه. نفي، كاين في كل شيء. سجلوا، لا في العادة، لا تقول لا في الجينات، لانه عنده هو عزيز عليه الكلمه ديال الجينات. لا في العادات والتقاليد سجل، لا في التاريخ سجل، لا التاريخ المشترك سجل. حنا الدولة المورية التاريخ ديالها خاص، ما عندنا حتى علاقة بالمشرق نهائيا. المغرب على حسب هذا الرجل ما عنده حتى علاقة بالمشرق، وتيجي حتى بالغرب. نبداو بالمشرق. نتوما راكم شادين ستيلو. هذا كلام الحق. نتوما كتصحوا وسلام، صحوا ليا. وإلا شتو هادشي اللي كنقول انا ما عنده حتى علاقة بالحق، خرجوني من القسم وما نرجع ليه حتى نجيب الوالد ديالي ولا الوالده الله يرحمهم.
لان انا واحد يقول لي هذه الهضره اللي ولا ما عندنا حتى علاقه بالشرق نطردو يجيب الوالدين ديالو. كنقول لكم هذا الشيء تحت الله سبحانه وتعالى، لا بهتانا ولا زورا. باش توصل تقول هذه الكلمه هذه، وهذا السيد العمر ديالو ما عرفش عنده 40 عام ولا 45 عام ولا 38 عام، واخا يعني يكون انسان دري صغير، انا غنجاوب قال لك ما عندنا حتى شي علاقه. غادي نبدا بواحد الحاجه صغيره ما عرفوش يعرفها ولا ما تيعرفهاش. ماء زمزم، هاد ماء زمزم يوحدو، هاد المياه اللي كيتشناو بعض المغاربه يجيو الحجاج وياخذوا واحد الجرعه ولا جوج ويتقبلوا الله ويطلبوه. ماء زمزم بوحدو كيحطم كل هاد الخرافات اللي كيقول هاد الرجل. راني قلت لكم واش عنده 40 عام ولا 45 عام. ماء زمزم علاش؟ لان هذاك الماء هو في الارض ديال السعوديه، ولكن الماء في حد ذاته تراث ديال من ديالنا وديال السعوديين وديال الايرانيين وديال كلهم المسلمين، تراث مادي. كيفاش ما تكونش عندك علاقه مع واحد المجال فيه واحد الشيء؟ لان التراث المادي عده اشياء، وكاين حتى التراث اللا مادي بحال جامع الفنا. واسمع، التراث اللا مادي ديال جامع الفنا ديال من هو؟ ديال البشريه. ما معنى واحد راه في لوس انجلوس وواحد في اندونيسيا مسلم مسيحي هندوسي برتقيزي كما بغا يكون، راه ديالو جامع الفنا. هذاك التراث لا مادي غير ملموس ديال البشريه. واغرب الاشياء ان الناس يطالبوا بهذا التصنيف هذا. كاين مغاربه وكاين حتى ناس ماشي مغاربه، منهم غويتو سولو الكاتب الاسباني الكبير. ماء زمزم تراث مادي وتقول لها ما عندنا حتى شي علاقه. ما باغيش نضحك، ما نضحكش، يضرب على الضحك. حشومه هي جغماد الماء كتحيد هذا الكلام كله اللي قال هذا الشيء. ماشي العجب غنزيدو شويه لقدام باش نوريو الامور كيفاش عامله. الكعبه المشرفه ديال من هي فوق، هي في الارض ديال السعوديه، ديال المملكه العربيه السعوديه، ولكن ماشي ديال المملكه العربيه السعوديه. راه هذاك تراث مادي كذلك ديال من ديالي وديال هذاك وديال هذاك وديال هذاك. الناس اللي كيمشيو ولا ما كيمشيوش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما كاين حتى شي علاقه. انا الرسول ديالي الرجل العظيم مدفون هناك وتقول لي انا ما بقاش عندي علاقه معاهم؟ ايوا كيفاش داكشي؟ هادشي ولو تاخذ الكعبه المشرفه وتحطها في المغرب، الله يسمح لي، وتاخذ القبر ديال الرسول تحطو في المغرب وتحط جبل احد. نعم جبل احد في التراث المادي. حشومه الحسن الثاني غادي يجاوبوا. تلك الأواشج التي ربطت وتربط وستبقى رابطة بيننا وبين أشقائنا في المشرق العربي. هادشي غريب اخويا، انا ما كنعرفش هادشي من الناس. هاد الناس نعرف منين كيجيبوه. قلت لك زعما ماشي شي دري صغير، راه الراجل بعقلو، راه الراجل عنده شي 40 عام. لو
الوالده ديالي نقول لها هاد الهضره، نقول لها ما عندنا حتى شي علاقه بالشرط، نقول لها شي لا، تقول لها بركه من المزاح. كلاب قال لك ما عندنا لا في العادات لا في التقاليد، باقي ما كملناش الموروث المادي اللي كيشكل ما يسموه المؤرخون بالحضارة المادية. المؤرخون الناس اللي كيداروا التاريخ، الناس اللي كيقريو التاريخ، الأساتذة ديال التاريخ يجمعوا هادشي كله، ماء زمزم وغار حراء والمدينة المنورة ومكة والكعبة، كلشي هادشي كيجمعوه فيما يسمى بالحضارة المادية اللي عندها واحد العلاقة بالدين الإسلامي. حضارة مادية علاقتها بالدين اللي نزل الله سبحانه وتعالى، ما عندنا حتى علاقة قال لك معاهم. لا في العادات لا في التقاليد. العادات، شوف عندنا في علم الاجتماع واحد المصطلح كنسميوه طقوس المرور، لي ريت دو باساج، يعني شي حوايج كديرها قبل ما دير واحد الحاجه معينه. بحال مثلا في المحكمه غادي يحكموا على شي واحد، لو ريت دو باساج، واحد كيشد واحد الطرقه ديال طاق 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 محكمه، هذه يعني البدايه ديال واحد الشيء جديد غادي نديروه، هي المحاكمه. هاد الطقوس اللي عندنا حنا في المغرب جلوها عند اخواننا في الشرق. بسم الله كتاكل، بسم الله كتشرب، السلام عليكم كتودع الانسان، اهلا اهلا وسهلا. ثقافه، طقوس المرور كتجمعنا كثقافه بيننا وبين اخواننا في الشرق. قال لك والتاريخ ما عندنا حتى تاريخ معاهم. على هذا الرجل هذا او اي انسان كيف ما بغى يكون النوع ديالو يقول لك ما عندنا حتى شي علاقه تاريخيه مع اخواننا في الشرق، تحتار، كتقول هذا واش عايش ولا ما عايش. كتقول هذا الرجل هذا فين هو، فين كاين. كتقول مال على، كتسائل على هذا الرجل على الاقصى، كتقول شحال في عمره، ولا قال لك نصر عنده واحد 40 عام ولا 50 عام ولا شي هذا، كتقول لا حول ولا قوه الا بالله. تاريخ، انت ما عارفش التاريخ، ما عارفش بان المغاربه شاركوا في الحروب الصليبيه. انا غادي نعطيكم واحد الوثيقه تؤكد ما اقول. في الحروب الصليبيه، خلي الامويين باقي ما نهضروش عليهم، ولا كاع ما نهضروش عليهم، تسنى. الحروب الصليبيه شاركوا فيها المغاربه. هو خصو يمشي يدرس هذا الشيء هذا مزيان. انا بغيت نقول لكم واحد الحاجه ومسكت، وبغيت نقولها ونسكت، المهم نتوما صحوا ليا. وانا نقدر نقول لكم حاجات نقولها تحت الله، لان اطالب من الله ان يحاسبني على ما اقول. ان هذا الشيء يكون عندي شي يدير في القسم ويقول لي هذا الكلام هذا، حتى نقول له شي جيب والدي، كتفلى عليا. اسمع، طه حسين، طه حسين، عميد الادب العربي، جا المغرب استقبلو جلاله الملك محمد الخامس رحمه الله، ابو الوطنيه الكبرى، الوطنيه. الحياه ديالو كلها مشات في تحرير البلاد. فلما جاء طه حسين الى المغرب واستقبله محمد الخامس، كان من اللياقه المغربيه والادب المغربيه ان
جلالة الملك محمد السادس أن جلالة الملك محمد الخامس توجه إلى طه حسين وقال له كنشكركم المعاونة اللي عاونتونا لتحرير البلاد ديالنا. طه حسين ما عرفش الكلمة ديالنا، بقى ساكت حتى ملي بغا يمشي يسول الناس يقول لهم شنو هي هذيك ديالنا، فسروها ليه. من يركب في الباطو في طنجة باش يرجع للبلاد ديالو قال للناس اللي كانوا وصلوه قال لهم شكرا على الاستقبال ديالكم. سبحان الله العظيم، قصة جميلة. جا ما كيعرفش الكلمة ديالنا ومشى بها، اللغة العربية أو اللغة الدارجة، ولكن اللغة العربية هذا قرآن، هذا كيجمعني بإخواني في الشرق. علاش؟ لأن هذا القرآن هذا نزل من السماء، وهو يعني ماش ندخل في الهضرة ديال هو بركة وخير ونور، فيه اللغة العربية. وشكون اللي حافظ على اللغة العربية من غير القرآن؟ القرآن حافظ على اللغة العربية وعطاها علو. أنا كنتكلم باللغة العربية وإخواننا في الشرق كيتكلموا بنفس اللغة العربية لما كنقراو القرآن. هذا ماشي واتي، هذا ماشي حبل من دوك الحبال اللي وصلنا الله عليهم، أو خيط من دوك الخيوط اللي كيكونوا داك الحبل الكبير اللي قال الله فيه سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. إلا قلتي ما عندنا حتى شي علاقة بيننا وبين المشرق، ضربتي بالمخص الحبل اللي وصلنا الله عليه، ألا وهو اعتصموا بحبل الله جميعا. ثم صحوا ليا، صحوا وعطوني صفر، ولا لقيتوني بالله ما كنفهمش مزيان خرجوني من القسم وقول لي جيب والديك عاد دخل القسم. صحوا كتاب الله، هذا النور اللي يشع في قلوب المغاربة وإخوانهم في الشرق. القبلة اللي كتبغي تصلي، احترام القبلة، عدم التبول، ماشي غير كتصلي، حتى دوك الناس اللي ما كيصليوش، عدم التبول في الجهة ديال القبلة ماشي من العادات اللي كتجمعنا وكتجمع إخواننا في الشرق. والأفراح ديال الزواج ماشي نفس الأفراح كانت غير ديال الأغنياء أو ديال الفقراء. نديرو حفل وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، نضربوه في الدف باش يعرفوا الناس بلا كاين زواج، كاين ختان، كاين فرح يعم كل البيوت المغربيه والعربيه يوم العيد الفطر، يوم عيد الكبير. صحوا ليا، كتبوا لي هذا. عمر بن عبد العزيز، ديال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، راه هو في القبر، ولكن التاريخ ديالو ديال من؟ ديالنا المغاربة، ديال إخواننا في الشرق، تاريخ موحد. هذا حكم عامين وتيقولوا الناس باش يوريوك العظمة ديال هذا الرجل وهذا العدل ديالو، بأن في الوقيته باش كان تيحكم كانت الشاة المعزة إلا ديزا فطر وشاف الديب تيميك وكيمشي بحال هاتو، لأنه نشر العدل. شيء غريب، شيء غريب. التاريخ المشترك، العادات والتقاليد والتاريخ. ولما ذكرت
طه حسين ما مشيتش في هذاك البعد الثقافي. شكون فينا اللي ما تاثرش بنجيب محفوظ؟ شكون فينا ما قراش نجيب محفوظ؟ تنهضر على هذه الاجيال الجديده، كنهضرش على الاجيال ديال الوالد ديالي الله يرحمه او الوالده الله يرحمها. احسان عبد القدوس، محمد عبد الحليم عبد الله اللي كتب لاقيطه، كنا كنداولوها في المدارس، كل واحد تيقرا شويه ويعطي الاخر. طه حسين، العقاد، مصطفى لطفي المنفلوطي، شكون اللي ما تاثرش بالقصه ديال مجدولين؟ عندها جوج عناوين، مجدولين او تحت اغصان الزيزفون. شكون اللي ما تاثرش بها؟ شكون اللي ما تاثرش بداك الفصل الاخير ديال هذه القصه، العنوان ديالو لحن الموت؟ تقول ما عندنا حتى شي علاقه، تجردنا من التاريخ ديالنا، تجردني من التاريخ ديالي بطريقه حرام في الدين. علاش؟ لان الله قال بسم الله الرحمن الرحيم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه امتكم امه واحده، ماشي جوج، وحده، امه وحده. je comprends pas هذا الرجل في هذا السن ديالو، واش عنده 40 عام ولا 30 عام ولا 50 عام ويقول هذه الهضره؟ ما عندنا حتى علاقه. هو الا انت ما قاريش الجبران خلي الجبران. الاجنحه المتكسره، وكم انستنا هذه القصه. النبي مزياده الكاتبه العظيمه، مزياده الناس اللي كيسمعوا الموسيقى، الاخوان الرحباني اللي لحنوا الفيروز، بليغ حمدي اللي لحن ام كلثوم. شيء يعني غريب، والله شيء غريب. المغاربه كلهم كيهضروا بالمصريه. انت عايز ايه؟ انت عايز مني ايه؟ عايز مني ايه يا كلاب؟ عايز مني ايه؟ هادشي راه غريب. علاش كيتكلموا كلهم بالمصريه؟ لان الثقافه ديالنا هذيك، شحال من افلام مصريه شفناها، كاين فيها المزيان كاين اللي فيها ما مزيانش، وما كاينش شي مغربي ولا مغربيه في البلاد ديالنا اللي ما كيعرفش السي السيد، داك الرجل اللي كان طاغيه في البيت ديالو ولكن انسان مرح مع الاصدقاء ديالو. والله شاهد، اقسم بالله العظيم على ما اقول. هما ثلاثه ديال القصص سميتهم الثلاثيات ديال نجيب محفوظ. ديك الوسطانيه اللي فيها قصر السوق فيها واحد قصه حب بين كمال وعايده، انا اثرت ليا في الحياه ديالي، وكنت ديما هذاك قصر السوق شي 20 عام وانا دايرو تحت الناموسيه. فين ما رحلت لانك كنقرا ديك الساعه، فين ما مشيت نمشي حي جامعي الى اخر كندي معايا ونديرو تحت الناموسيه وكنعاود نقرا. تقول ما عندنا حتى شي علاقه. إليا أبي ماضي، جورجي زيدان، مسيحي لبناني، هادو راه هي اللي جاوني على البال ديالي. سي با نورمال، سي با نورمال. كتعرفوا شي واحد كثر من الحسن الثاني في العبقريه؟ إلا كتعرفوه، انا راه ما كنعرف والو، قولوا لي. ما كاينش شي واحد اكثر عبقريه في العالم بحال هذا الرجل، الله يرحمه برحمة الله، الحسن الثاني. شوف اش قال، شوف الكلام هو كيفاش يقول. قالك ما كتجمعناش معاهم علاقات الدين، لا، قالك قرابة، سماها قرابة، عطاها الوزن الحقيقي ديالها، قرابة الدين وقرابة الدم.
قرابة الدم راه فيها بزاف ديال الهضرة وبزاف ديال الكلام، لأن فيها قرابة الدم اللي كدار بمغاربة تزوجوا بسعوديات وسعوديات تزوجوا بمغاربة، أو لبنانيات تزوجوا بمغاربة. منهم الأمير مولاي عبد الله يرحمه برحمة الله، اللي كانت الزوجة ديالو لبنانية. الناس بقا تجيو بقاو تهضروا هاكا، راه سي با نورمال، راه كتهضروا مع شعب. قولوا للمغاربة الحق، ما عندنا حتى شي تاريخ. وهذوك الناس اللي كانوا في الحروب الصليبية ماتوا، قلتي ما كانوش، حيدتيهم من التاريخ ظلما وزورا. نتوما صحوا. وشويه تيقول لك لا يجمعنا التاريخ المشترك. ما عندناش تاريخ مشترك. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تعاوني يا ربي، والله العظيم يا ربي تعاوني. راه هادشي انا ما كان تيضرني في القلب ديالي، ان فيه الظلم. المغرب فاش كان تيلعب لا كوب دي موند وماركا على بلجيك 1-2 ولا ما بقيتش عاقل على الريزولتا، المهم غلب اسبانيا. العرب كلهم تهزو تهبطوا هبطوا، كيصفقوا كيغوتوا وتيقولوا عاش المغرب. تقول لي انت ما كانش علاقه. هذه هي حاجه ماشي صغيره، يعني حاجه بسيطه في التاريخ ديالنا، التاريخ الانساني ديال المغاربه. يوم لعب المغرب مع واحد الدوله في لا كوب دي موند وغلبها، العالم العربي تزعزع. يقول لك ما عندناش علاقه. شكون اللي جعل هذا العالم العربي ينوض وكيغوت؟ وباقي الان الله شاهد. كنشوف الامير ديال قطر اللي تماركا بيه توقف بواحد الطريقه لا شعوريه، وصفق القلب ديالو مملوء بالحب العربي. الحب العربي هو التاريخ المشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.